بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المخرج السينمائي الفلسطيني سعود مهنا، رئيس ملتقى الفيلم الفلسطيني ورئيس مركز الذاكرة الفلسطينية. أتشرف أن أكون هنا في مهرجان السينما الجميع في إزنيت، وتجربة جميلة. طبعا هذه زيارتي الثانية إلى إزنيت، ولكنها تجربة جميلة أن تكون في هذا المهرجان. أنا يعني رئيس لجنة التحكيم في هذا المهرجان. يعني المسابقة الرئيسية بها مجموعة من الأفلام لا بأس بها، أفلام جيدة، منها أفلام مصنوعة بصناعة بتقنية السينما الحقيقية. أنت تعلم يعني كل مخرج له يعني له صناعته الخاصة وفكره الخاص وأسلوبه الخاص في الكاميرا وفي صنع الكادرات وأيضا في انتقاء الفكرة. لكن هناك أفلام مميزة كانت في هذا المهرجان، فيها الصناعة عجبتني جدا وأعجبت رجل. في الفيلم الأمازيغي هناك رأيت أفلام أمازيغية مترجمة بالعربي أو بالإنجليزي، وأنا لغتي الثانية إنجليزي. لكن في هذا المهرجان كانت معي الفنانة فاطمة العيد وهي أمازيغية، وكانت تترجم لي فحوى الفيلم. فيعني الفكرة والحوار والسيناريو مهم جدا في الفيلم، إذ التحكيم ليس على الصورة فقط أو الصوت أو الإضاءة أو المونتاج أو أيضا الفكرة لها مدلول كبير ولها أهمية كبيرة. وأنا أعتبر دائما أن اختيار الفكرة الصائبة والفكرة الجميلة والفكرة الجديدة هو أول سبب في نجاح أي فيلم. فكرة جديدة، فكرة جميلة، فكرة مختلفة، إذا النجاح للفيلم. للأسف الشديد وبكل أسف لا يوجد فيلم فلسطيني يمثل فلسطين في هذا المهرجان، قضية فلسطينية. ولكن ما يعزينا أنه اليوم في حفل الاختتام سيكون تكريم السينما الفلسطينية، وسأعرض فيلمين من إخراجي. هذه الأفلام تتكلم عن غزة بطريقة مختلفة. يعني دائما أنا كرئيس ملتقى الفيلم الفلسطيني أوصي جميع المخرجين وأتواصل معهم الفلسطينيين وغير الفلسطينيين أن يكونوا حاضرين في كل مهرجان لتكون القضية الفلسطينية حاضرة. وأنا أعلم أن يعني في المغرب لا يحتاج إلى حضور القضية، فالقضية الفلسطينية في قلوب المغاربة جميعا، وهي دائما تبدو واضحة في أعمالهم وفي يعني التظاهرات التي دائما لا ننسى أكبر تظاهرة في الرباط المليونية عن الانتفاضة. الشعب المغربي دائما يعيش في قلب الشعب الفلسطيني، وأيضا الشعب الفلسطيني كثيرا يحترم هذا البلد بالمغرب ملكا وشعبا وأرضا، لأنه في ترابط. ولا ننسى المغاربة وبعض المغاربة بالقدس الذين رحلوا من مئات السنين ليعيشوا بالقدس، فهم موجودين إلى الآن في القدس يدافعون عن القدس باسم المغرب. يعني تزنيت هاي المدينة الجميلة بأهلها وناسها وكرم أهلها وأخلاقهم، مدينة يعني أنا جدا سعيد أن تكون حركة سينمائية يعني تصنع أرضية سينمائية في هذا البلد الصغير الجميل. ورأيت أفلام من تزنيت عجبتني، فيها صناعة جميلة. أتوقع هذه المهرجان ستضيف شيئا جديدا على إبداع التزنيتيين وشباب تزنيت.